صباحكم شعر. إن شاء الله هنحكي عن الشاعرة القديرة الجميلة الراحلة نور نافع عليها رحمة الله. نور نافع كانت بتدير ندوة شعراء العروبة في جمعية الشبان المسيحيين في شارع الجمهورية، اللي هو الشارع خلف مسجد الفتح في رمسيس. الشارع ده بيكمل طبعا معانا لحد يمكن العتبة أو وسط البلد. الأستاذ محمد علي عبد العال كان رئيس رابطة الأدب الحديث كما قلت سابقا، وكنت أنا سكرتير الرابطة، وهو كان سكرتير ندوة شعراء العروبة. كان بيدير الندوة قبل منها عليه رحمة الله إبراهيم عيسى الشاعر المعروف، وأظن قبل منه عبد الله شمس الدين، وقبل منه خالد الجرنوسي، ما أعرفش يعني التفاصيل بالظبط. لكن أنا لما دعاني الأستاذ محمد للحضور تعرفت عليها، وهي طبعا رحبت بيا جدا، ويعني قربتني منها ودعتني لبيتها وعرفتني على أولادها وبنتها، كانت دايما تحضر معاها، وكانت في كل ندوة تترك يعني مكان كرسي ليا علشان لو رحت متأخر أقعد جنبيها. وكانت الندوة في الدور الثاني في المسرح، كان بيحضرها شعراء من كل دول العالم العربي: عدنان برازي عليه رحمة الله الشاعر السوري، والشاعر الرائف المعري، وصديقنا الشاعر الحلمنتيشي ياسر قطامش، والشاعر محمد علي عبد العال، والشاعرة القديرة شريفة السيد، والله يرحمها نجاة شاور الربيع، وسامي عبد السلام، مجموعة كبيرة، ومحمد حسن داود، مجموعة كبيرة من الشعراء والشاعرات. بعدين لما تعبت شوية طلبت ان احنا نعمل الندوة في بيتها. فعلا رحنا بيتها اكتر من مرة، وكانت تسكن في دير الملاك او الحدائق على ما اذكر. بيتها كان على الشارع مقابل ليه على طول مسجد عين الحياة اللي هو كان بيخطب فيه الله يرحمه الشيخ كشك. فحكت لي ايضا عن الشيخ كشك وعن المسجد، وازاي الناس كانت بتيجي زحمة من كل مكان قبل الصلاة عليها رحمة الله، وعلى الشيخ كشك ايضا عليه رحمة الله. طبعا انا كتبت عنها في كتابي شعرات عرفتهن الجزء الثاني، واهدتني طبعا كل دواوينها. ولما رحنا البيت عندها في اخر حياتها اهدتني الاعمال الكامله. الاعمال الكامله طبعا الدواوين اللي كانت اهدتني ليها او كانت بتوزعها لينا جمعتها بطريقه يعني كانها دبستها في بعضها بنفس الشكل كده، يعني نلاحظ كده ما اتعملتش بالاعمال الكامله اللي انا كنت متخيلها. هي كانها دبسوا يعني الدواوين الخمسه او السته في مجلد، وجلدوه بالشكل ده من باب الحفظ يعني، عليها رحمه الله. هنا انا طبعا ترجمت ليها، وازاي طبعا اتعرفت عليها كتبت، وهي كتبت هنا سيرتها الذاتيه نشرت ايضا، وكان كتب عنها استاذنا وشاعرنا وصديقنا ورئيس الاتحاد السابق الشاعر المعروف فاروق شوش عليه رحمه الله. ولدت 13/9/1932 وتوفيت 13/5/2016. الشاعره نور محمد نافع، عضو اتحاد كتاب مصر. طبعا باباها هو نافع الأثري، له شارع في مصر الجديدة، عائلة معروفة طبعا. وهي تزوجت صغيرة، وزوجها رفض التعليم ان هي تكمل تعليمها يعني، فهي قوت نفسها بنفسها او ثقفت نفسها بنفسها، وكانت حافظة القرآن كله، وكانت تحفظ الكثير وتقرأ الكثير في طبعا كما حكت لي في لسان العرب لابن منظور. رئيسة جماعة شعراء العروبة، عضو اتحاد كتاب مصر. صدر لها لعلك ترضى طوبى لهذه اليراع، رسالة إلى الزمن الجميل رفيف الجناح العاطر، سلام عليك أيها الشعر، سيرة عنترة، سيرة شعرية. حائزة على دكتوراه فخرية من أكاديمية الفنون والآداب بكاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. حائزة على جائزة القباني للشعر عن ديوانها الأول. حضرت وشاركت في العديد من الندوات الشعرية وما زالت تشارك. شاركت في لجان تحكيم كعضو في مسابقات كثيرة في الجامعات وخارجها. تحدثت طبعا عن نفسها، وأنا كتبت السيرة الذاتية اللي هي حكيتها لي أو كانت منشورة في كتابي. علشان ما أطولش طبعا هختار بعض الأجزاء من النصوص. وأعود مع الضرب الخالي، والضرب يسائل عن حالي، خطواتي بين جوانبه مائلة من زمن خالي، والليل تنهد فانتشرت من حولي أطراف الشال، وعلى الجدران زخارفه، إلى آخر القصيدة الماتعة
وأيضا لها قصيدة جميلة: الشاعر والخاطرة خطرت إليه فقلت لا لا، أو تغرسين به انشغالا، إن الفؤاد تماسكت أعراقه وارتاح بالا، وغدا على الزمن الغريب وما به أخو احتمالا، شرب الليالي دفعة في جرعتين وما استمال، وتملأت أعراقه واشتد وانتزع النصال، كانت تبيت بجنبه تكويه تشعله اشتعالا، فاستلها واغتال ساعات الزمان بها اغتيال، بذر الهوى صفوا يمينا ثم عاد به شماله، عاشق أبدا رهين العشق هجرا أو وصاله، وغارق في بحره الفوار يقطعه ارتحالا، إلى آخر طبعا القصيدة. وشعرها جميل وينساب جمالا وألقا لا صعوبة فيه ولا مشقة. ذات يوم ذات يوم قال لي صافحيني لا تتركيني، عاهديني هادنيني وامنحيني، بين ركن في الحياة في الحنايا والسدين، ثم عودي بعدها وتفقديني، فوق موج الشعر شالا اجعليني، أو خذيني حول جيدك علقيني، إلى آخر طبعا القصيدة. أنا مش عايز أقرأ عشان الوقت. أيضا هي لها فضل كبير علي أنها عرفتني على الشاعرة نجاة شاو الربيع، أيضا إن شاء الله بنحكي عنها، وزرتها في بيتها، وأخوها الشاعر الكبير محمود شاو الربيع، رحم الله الشاعرة الجميلة الكبيرة نور نافع.